مرحبا يا جماعة، كيفكم؟ شو أخباركم؟ أنا سحر عياد ورجعت لكم بوصفة جديدة وسهلة، مكوناتها موجودة في كل بيت. عجينة بتنفع لكافة أنواع المعجنات. إذا بتحبوا تعرفوا التفاصيل تابعوني بالفيديو. في البداية احتاجت 6 أكواب من الطحين، معلقتين كبار من السكر، معلقة كبيرة من الخميرة، ربع معلقة صغيرة من البيكنج باودر، كوبين مي دافية. حطيت هون استخدمت 3 ملاعق كبيرة من اللبن الرايب أو لبن الزبادي، ربع كوب من الزيت النباتي، معلقة صغيرة من الملح. هلأ راح أعجنهم على عجانة وممكن أعجنهم يدوي كمان. راح نستمر بالعجن لحتى تتماسك العجينة معنا، تكون متماسكة مثالية. هون ضفت معلقة صغيرة من الخل، أجمعها وأحطها بصحن مدهون بالزيت لحتى ترتاح وتتخمر. نتركها بمكان دافئ لمدة ساعة إلى ساعتين بالكتير. مرحبا يا جماعة، كيفكم؟ شو أخباركم؟ أنا سحر عياد ورجعت لكم بوصفة جديدة وسهلة، مكوناتها موجودة في كل بيت. عجينة بتنفع لكافة أنواع المعجنات. إذا بتحبوا تعرفوا التفاصيل تابعوني بالفيديو. في البداية احتاجت 6 أكواب من الطحين، معلقتين كبار من السكر، معلقة كبيرة من الخميرة،